قبل اي شيء حابب اقول مليون سلامة للكابتن ايهاب جلال، الف سلامة يا رب. وتعرض لأزمة صحية، جلطة تقريبا كده في المخ والكابتن حمد ابراهيم وادارة الاسماعيلي طلعت طمنت الناس، لان كان في اخبار كده نازلة بتقول ان الحالة صعبة ودخل في غيبوبة، لكن الناس طلعت اكدت ان الكلام ده كذب جدا. يمكن مش عنديش كلام غير حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد يعني بيتكلم حتى في صحة الناس بكده. ان شاء الله يقوم بالسلامة، راجل محترم، حتى تتفق تختلف معاه في اي حاجة، لكن الكل يجمع ان هو راجل محترم. نتمنى له ان شاء الله يقوم بألف سلامة ويرجع لأهله ولبيته سالم غانم بإذن الله. كان مفترض الواحد يتكلم على تخاريف او هلوسة حسام حسن الكلام اللي اتكلم فيه، ولكن عندنا ماتش بكرة منتخب مصر. ما فضلتش ان احنا نتكلم في تصريحات حسام حسن النهارده، لكن ما نقدرش نقول غير حاجه واحده بس، انها تصريحات كوميديه تصدر بواحد لابس حاجه واسعه قوي عليه. نيجي بقى للنادي الاهلي اللي مازال لسه البحث. بس قبل ما نتكلم عن البحث عن الناس الجديده او التعاقدات الجديده اللي تدعم القايمه، نقول الحمد لله. يمكن الاخبار اللي جايه طمنتنا شويه. الواحد كان قلقان من فكره اصابه امام عاشور ويوسف ايمن، حته الركبه دي بتبقى مقلقه جدا، لكن وفقا لتقرير دكتور احمد عبد العزيز او دكتور منتخب مش فاكر الاسم ايه، ان موضوع الركبه الحمد لله امام عاشور هي محتاجه راحه 5 6 ايام، يعني ما فيش حاجه خطيره الحمد لله، وكذلك يوسف ايمن. فاطمنا. لكن كان مهم زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان الموضوع ده يدينا جرس انذار ان لازم ومهم جدا ندعم قائمه النادي الاهلي. ادينا شايفين اللي بيحصل، وارد تحصل الكلام ده مع 2 أو 3 لعيبه في نفس المركز، خصوصا الجزء الهجومي ده مهم جدا. ان شاء الله لسه قدامنا وقت، باذن الله قريب نسمع عن حاجات يعني وصل لنا يعني من الاخبار المتداوله ان لا، النادي الاهلي شغال وشغال كويس جدا في استخدام ناس في الشق الهجومي ده. مش كل حاجه طبعا اكيد في النادي الاهلي صح. النادي الاهلي هو مش احنا مش بنتكلم على المدينه الفاضله. اكيد في اخطاء بتحصل، اكيد في حاجات مش عاجباك. يعني انا مثلا ممكن اتكلم على حاجه مش عاجباني وحاجه مضايقاني، مش احمد طعيمه تحديدا، لكن فكره الاستغناءات المجانيه اللي حصلت. ليه مش عاجبني الموضوع ده؟ لان احنا من السنه اللي فاتت حصل نفس القصه، ان في فرقه بتتسرح. انت عارف وانت داخل السنه دي كاداره نادي اهلي ان احنا داخلين على فرقه هتتسرح. الفرقه دي فرقه لعيبه 19 و20 سنه و21 سنه كمان، فلعيبه تقريبا عندك في قائمه النادي الاهلي ما لا يقل عن من 10 ل 15 لاعب هيكونوا مطلب لانديه في الدوري الممتاز. مفترض من شهرين 3 فاتوا ان انا ابدا اسوق اللعبه دي. هتقول لي الاعراض وتحديد العدد قل. لا، خليني اقول لك الاعراض نفس عدد السنه اللي فاتت او قل. فالمفترض ان انا اكون سابق، اكون عامل حساب ان انا بلعب في منظومه ادي كل يوم بقرار، لكن مش هتزود لي عدد الاعراض، يا تثبتها يا تقللها زي ما حصل. طب انا اكون المفروض عامل ايه؟ حاجه زي كده، لعيبه زي دي اتربت في النادي وصرفت عليها وبقت لعيبه كبيره وهتبقى مطلب لانديه تانية، ويمكن كمان اخر فتره اخر 3 4 ماتشات لعبوا والناس شافتهم، كان مفترض ان انا اشتغل على تسويقهم قبل ما اعلن ان انا بستغنى عنهم. يعني انا لو رحت نادي بيلعب في الدوري الممتاز، نادي نفترض مثلا قلنا الجونه، نادي مودرن، نادي الاتحاد، لو رحت الانديه زي دي انا عندي لعيبه وبدات اعرض اللعبه دي عن طريق اداره التعاقدات في النادي الاهلي، يكون في ناس شغلتها كده تسويق اللعيبه دي، وليكن بمبلغ رمزي. ان شاء الله حتى تقول مثلا انا عندي اهو عندي طعيمه لاعب نص ملعب كويس، انا هديهولك بمليون جنيه يعني، بس على شرط ان انا هكتب في العقد ان انا يحق لي شراؤه بعد انتهاء اول موسم في اي وقت ب 10 مليون. يبقى كده ما فيهاش مشاكل اهو. انا كده ما اضطريتش ان انا، لان دلوقتي الكلام في ايه، انا لازم هسيب اللعيبه دي ليه؟ لان القايمه والعدد قليل فلازم هستغنى عنهم. طب وانا كنت ليه استنى؟ انا ما استعدتش ليه للخطوه دي، بحيث ان اللعيبه دي ما هيعتبر برضو تعتبر اللعيبه دي بفلوس، واللعيبه دي ممكن بعد كده لو حد فيهم تألق قوي ارجع اجيبه تاني بمبالغ كبيره. مؤمن زكريا كان قطاع ناشئين النادي الاهلي ورجعت جبته، محمود كهربا ناشئين النادي الاهلي ورجعت جبته، عمر الساعي ناشئين النادي الاهلي رجعت جبته، والامثله كتير بقى، امثله كتير بالشكل ده. طب ما كنت احط بندي خليني لما اجيبه ما ادفعش فيه كتير، وفي نفس الوقت استفيد منه ماديا، ومهما كانت القيمه اللي جايه قليله بس انا ضامن اللاعب ده هيلعب هيتألق، يوم ما يتألق اهو بتاعي خلاص، وبمبلغ صغير. ما لا قدر الله ما تألقش وكده كده خلاص انا كده كده بايعه او استغنيت عنه. فدي ادي نقطه مثلا عندي انتقاد فيها. فطبيعي جدا ان كل واحد ينتقد، لكن
اللغه الاجريسيف شويه دي اللي بشوفها، والهجوم الغريب ده، انا ما اعرفش الصراحه ازاي تكون بتشجع نادي وفي طريقه العنف دي ممكن توصل للتطاول، اتهام الاداره. يعني انا بصراحه مش عايز افضل كل مره اعدلك في انجازات الاداره دي، سواء على المستوى الرقمي، العاب الصالات، كره القدم، مباني، فروع، مش كل شويه هفضل اعيد الكلام ده، بس نجاحاتها لا ينكرها الا جاحد. فمش عشان انتقاد في حاجه معينه او محكم عليها بالفشل او اهجم عليه. يعني انا النهارده واحد زميلي مفرجني على فيديو لحد، هو من اليوتيوبر الاهلاوي اللي مش هقول معروفين جامد بس يعني معروفين، وانا مش هقول اسم عشان ما حدش يفكر ان انا داخل اخبط في حد فحد يرد عليا، او قصه ان احنا داخل حرب بيني وبين حد. الراجل بيتكلم يعني ان اداره الاهلي، لا هو بيدافع عن اداره الاهلي ان هي مش فاشله، لكن من ضمن الكلام بص اللغه اللي بتتكلم بيها. وانا اللي مزعلني في حاجه، ان انت في يعني يمكن انا مش متابعه، بس يعني زميلي بيقول لي لا متشاف، يعني شفت الفيديو مثلا مش عارف 4000 او 5000 مشاهده، وممكن يزيد عن كده، مش عارف والله تحديدا مشاهداته كام، لكن في الرينج ده يعني. فيقول لك لا اداره الاهلي مش فاشله، وانا مش بطبل للاداره، انتوا عارفين انا اول واحد مش بفرم. هي كلمه تانية بتبدا بحرف الف، فيما معناها ان انا بفرم الاداره وما بيهمنيش اي حد، حتى لو غلطوا بقى عيب قوي، لفظ عيب قوي يتقال، عيب قوي يتقال على اداره ناديك اللي انت بتحبها. يعني قول مثلا انا اول واحد بنتقد الناس دي، انا اول واحد بلوم على الناس دي، لكن انا اول واحد تقوم ايه الحرف الفه دوت بالجمله الزباله دي، عيب يعني. ما يصحش تبقى واحد بتمثل النادي الاهلي لو انت قصدك لا ده اسلوب انا، وانا قصدي ان انا بفرمهم يعني، ومش قصدي حاجه ثانيه دي. يلا انت هنا طالما بقيت مشاهد من الاف، فانت مسؤول على كل كلمه. انت اللي بيتفرج عليك ما تعرفش ايه، ما تعرفش يعني ثقافته ايه، ما تعرفش هياخد منك ممكن الكلمه دي تديله ايحاء لايه. يعني انا ونفس الجمله اللي انا اتكلمت عليها قبل كده سمعتها منه، ان انا ما بيهمنيش، انا يهمني كذا، وجاب اسم الخطيب ومش عارف، انا اهم حاجه اي حد عندي قصاد الاهلي انا افرق. يا سيدي المعنى حلو، المعنى حلو، اعمل حسابك ان في ناس كتير بتتلقى منك مختلف الاعمار ومختلف الثقافات. ممكن تقول انا ما فيش عندي اغلى من النادي الاهلي، انا بحب الناس دي كلها لانها بتمثل النادي الاهلي، لكن عندي في المقام الاول مصلحه النادي الاهلي، عشان كده بدعم اداره النادي الاهلي، بدعم لعيبه النادي الاهلي لانهم بيمثلوا النادي الاهلي، فده سبب دعم ليهم، مش لمصالح شخصيه. وصلت الفكره؟ ممكن نلوم اي حد بشوفه هيأذي النادي الاهلي، وصلت اهي. لكن مش لازم افرم اي حد، انا ما عنديش، انا الاهلي عندي رقم واحد، اي حد، وكانك يعني واقف بكرباج. لا برضو المتلقي ما تعرفش هيتلقاها ازاي، فرجاء نخلي بالنا من الكلام. وبما انك راجل مسموع لازم تخلي بالك من حاجات زي كده، حتى طريقه سرد الموضوع. يعني مثلا في ضمن الفيديو في جمله بيقولها، بيتكلم على ان الاهلي يجيب لاعب وما يجيبش لاعب، فقال جمله كده، يعني هو الفيديو اللي فرجنا عليه بتاع 4 دقايق او 3 دقايق، ان انا والله العظيم بنفس النص كده، انا عن نفسي لما لو جه محمد علي بن رمضان انا ممكن اتغاضى عن ان احنا نجيب جناح او راس حربه، ممكن اتغاضى. فلو جبت لي محمد علي بن رمضان انا ماشي عادي، موافق تجيب محمد علي بن رمضان وما تجيبليش حد في خط الهجوم، فكده عادي يعني. ايه يعني ايه طريقه الكلام دي وايه الفكر ده؟ تتغاضى عن ايه؟ مع كل الاحترام لشخصك المحترم وكل حاجه، اللي هو انت مين؟ انت مين؟ يعني مدير اداره التعاقدات، عضو مجلس اداره مثلا، المسؤول عن الكوره، عضو في لجنه الكوره، يعني انا ممكن اتغاضى. وهي دي الخطوره. وظيفه الجمهور هو ان انا ما بشاركش في سياسات ولا باخد قرارات، واي حد يوصل لك حاجه زي كده لا، ده كلام للاستهلاك او لكسب الجمهور في صفك. الجمهور هو بيشجع النادي، هو بيزوم او يزعل من اللي مش بيأدي وبيشجع. في الاخر هي منظومه، الجمهور دول ناس بتحب الكيان ده فبتعمل اللي شايفاه في مصلحه الكيان ده، لكن لا بتشارك في السياسات ولا بتاخد قرارات. يعني دلوقتي او على سبيل المثال انت قلت انا هبقى راضي وهتغاضى، لا انا واحد من الناس من الجمهور ليه راي ان لا، الاهم ان انا ادعم الناحيه الهجوميه. مين فينا صح مش فارقه، لكن فكره ان انا اتغاضى، طب ما جابلكش محمد علي بن رمضان، ايه اللي هتعمله؟ ايه اللي بيسمعك هيعمله؟ ايه اللي هيوصل؟ ايه الرساله اللي بتقدمها؟ قد تكون، انا مش عايز اظلمك، قد تكون انت نيتك خير، انت قصدك خير، بس طلبي منك الرجاء العنايه شويه في اختيار الالفاظ. اعمل حسابك ان انت بقيت راجل مسموع، انت في ناس بتسمعك، فدي امانه. ممكن يعني انت كلمتك خلاص بقت امانه، وكلمتك ممكن توجه شباب كتير، ممكن على فكره ممكن شباب كتير من الشباب الصغير ده يكون واخدك قدوه. فرجاء تخلي بالك من الكلمه وتشوف رايحه فين الكلمه، مش فكره هي فتح صدر وخلاص، او ان انا بتكلم على، ايوه انا مش ضد انك تتكلم على وجهه نظرك، وده صحيح جدا، لازم كل واحد يطلع يعبر عن وجهه نظره،
بس بالشكل الصح اللي محدش يفهمه غلط، الشكل اللي يبان النية الأساسية في كلامك. أنت نيتك الأساسي إن أنت بتحب النادي الأهلي وعايز النادي الأهلي يفوز، ده شيء جميل جدا. اختار الأسلوب اللي يوصلك لكده. في النهاية كلنا كأهلاوية هدفنا الأول والأخير هو النادي الأهلي. كلنا في الآخر بنتجمع على حب النادي الأهلي، فيا ريت نعمل كلنا لمصلحة النادي الأهلي.